بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. الآية اللي هناك اللي قبل كده كان بيقول إيه؟ أنذر بإيه؟ إما أن ينذر بأشياء دنيوية كنصر الإيمان على الكفر، وده حصل، وإما أن ينذر بأمور أخروية. الأمور الأخروية هتحصل لهم إمتى؟ بعد يوم القيامة. ولذلك القرآن قلنا في قبل كده: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. احنا نعدهم بأن هم هينهزموا، سيهزموا الجمع ويولون الدبر، وقلنا لك انهم هيعذبوا في النار. الأمور اللي احنا قلناها إما أن تراها بعينك، وإما إن ذهبنا بك أي قبضناك إلينا قبل أن تقع فستراها في الإيه؟ أو نرينك في حياتك بعض التي إيه؟ هنا بقى ما دام أنذر، وأنذرهم طبعا والعياذ بالله بالعذاب، وأنذرهم بالشر، يبقى إما أن يكون في الدنيا وإما أن يكون في الإيه؟ في الآخرة. أما في الدنيا فقد قال: كفيناك المستهزئين، ومش عارف، وانتهت المسألة. طب يبقى باقي الآخرة. أتى أمر الله. أتى أمر الله مرحلة من مراحل الإخبار بما ينذرون به. لأنه مرة يقول إيه؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة، الساعة اللي هيجي بعدها إيه؟ الحساب والعذاب. اقتراب الساعة مش لأنه مخف ذاته، بل لما فيه من الحساب والعقاب. فهم يقولوا ساعة ما نزلت اقتربت الساعة، قالوا طب ننتظر شوية يمكن الكلام ده صحيح وتبقى حكاية، فخفوا شوية في الليل. وبعدين قعدوا شوية كده ما جاتش الساعة، قالوا ايه يعني انتظرنا وقلنا تقترب ولا حصلش. فنزلت آية: اقترب للناس حسابهم. الأمر اللي هيجي في الساعة. قالوا الله نستنى شويه، برضه هزوا شويه، وقعدوا مده كده ما حصلش اي حاجه. فنزل قول الله: اتى امر الله. ساعه ما سمعوا اتى امر الله حتى المسلمين فزعوا. فلما فزعوا الاسعاف جاي في نص الايه، قال: فلا تستعجل، يعني مش دلوقتي، طمنوا شويه. طيب نقول له: الأحداث حين يخبر بها كل حدث له ظرفين، قلنا ظرف زمان وظرف مكان. والأفعال التي تدل على هذه الظروف إما فعل ماضي يبقى ظرفه قبل أن تتكلم، وفعل مضارع إن كان مقرون بالسين ولا بسوف أو مش مقرون بهم. فإن لم يكن مقرون يبقى ده دل على أنه حال. محمد يعمل إيه؟ يأكله غير سيأكله غير سوف يأكله. يأكل يعني هو بصدد الإيه؟ الأكل. سيأكل يعني بيجهزوا له السفرة. سوف يأكل يبقوا بيجهزوا الطعام لسه في المطبخ. يبقى إذن الأزمان كام؟ 3: ماضي وحال ومستقبل. والمستقبل ايه؟ يا مستقبل قريب يا مستقبل بعيد. اذا الحدث اذا قيل له في الزمن الماضي يبقى وقع قبل ان تتكلم، ثم تخبر به. فاذا كنت منتظر حد ضيف ولا حاجه وانت قاعد كده في الصالون منتظره، يقوم ابنك يقول لك: اتى فلان. شافه جاي يبقى اتى. كلمة أتى دي إخبار لك أنت.
انما اتيانه قبل ان يتكلم بها المتكلم، لانه ما تكلم المتكلم الا بعد حدوث مين؟ الا بعد حدوث الحدث. يبقى حصلت النسبه الكلاميه بعد النسبه الخارجيه. احنا كنا قلنا زمان ان في نسب ثلاثه بتعتوي الانسان. نسبه ذهنيه قبل ما تتكلم اي كلمه بتيجي في بالك انك تقولها، ادي اسمها نسبه ايه؟ ذهنيه. وبعدين تقولها يبقى نسبه ايه؟ كلاميه. طيب نسبه خارجيه، هل النسبه الخارجيه حصلت قبل دول ولا هتحصل بعد دول؟ ان كانت حصلت قبل دول يبقى ده كلام ماضي بقى. حضر فلان، يبقى النسبه الخارجيه حدثت فجاءت النسبه الذهنيه فجاءت النسبه الكلاميه. لكن فلان سيخرج، حصل نسبه ذهنيه وبعدين نسبه ايه؟ والنسبه الخارجيه تيجي بعدين. يبقى ترتيب النسب اهي، في الماضي بيحصل ايه؟ نسبه خارجيه وبعدين نسبه وبعدين نسبه كلاميه. على كده في المضارع تحدث النسبه الايه؟ النسبه الذهنيه وبعدين النسبه الكلاميه وبعدين تيجي النسبه يا دلوقتي يا في المستقبل القريب يا في المستقبل الايه؟ البعيد. فاما ان تاتي مصاحبه واما ان تاتي مستقبليه قريبه او ايه؟ او بعيده. بقى اتى امر الله. اتى النسبه الكلاميه هنا تيجي بعد النسبه دي، بعد النسبه الخارجيه. وهل اتى امر الله؟ ده لو انه اتى امر الله ما كان يقول فلا تستعجلوه، لان فلا تستعجلوه معناه انه ما جاش. ما تستعجلش الشيء يبقى ما جاش. واتى تدل على انه ايه؟ اتى. اهي دي اللي بيقولوا عليها في تناقضات بقى. يقول لك ازاي يقول اتى مع ان ده يدل على ان النسبه الخارجيه حدثت قبل النسبه الذهنيه والكلاميه. وكلمه فلا تستعجلوه يبقى دل على انها ما حصلتش وهتحصل بعدين. يبقى كيف يقول له المتكلم نوعان. نوع يقول للشيء حصل ولا يحكم بانه في المستقبل هيبقى، لانه ما هوش قادر على ايجاده على وفق ما قال. يبقى المتكلم من البشر مش هيقول على شيء جه الا اذا كان ايه؟ جه بالفعل. ليه؟ لانه ما يقدرش يقول على شيء لسه هيجي انه جه، لانه يمكن ما يجيش. يبقى خلل في علمه، وان كان الفعل منه يبقى خلل في قدرته، وده ما يقدرش عليه سبحانه. ما قالش حتى سبحه، قال سبحانه وجابها بالاسم. ليه؟ أم قال لك لأن ما دام التسبيح هو التنزيه يبقى سبحان أنه منزه حتى قبل أن يخلق من يسبح. هو ربنا موصوف بالخالق بعد ما خلق الخلق ولا موصوف بها قبل أن يخلق؟ طب ده لو جات له مع الخلق نقول امال هو خلق بايه؟ طب ده خلق لانها موجوده فيه. ورزاق قبل ان يوجد من يرزق. اذا سبحان لكن دي صفه ايه؟ ذات موجوده له قبل ان يوجد من ايه؟ من يسبح. والموجودات اقسام، موجودات على القهر وموجودات فيها الاختيار. اللي موجوده على القهر انها تعمل اشياء ولا تقدرش تخالفها زي الملائكه. لما وجد الملائكه ووجدوا سبحانه دي صفه لله قبل ان يوجد المسبح، وهم وجدوا هل يسبحون الليل والنهار لا يفترون. طب وبعدين خلق السماء وخلق الارض وخلق مش عارف، قال سبح لله ما في السماوات وايه، وهل سبح وانتهى من التسبيح وقال لك ويسبح لله ما في السماوات وما في الارض. يبقى اذا سبحانه ثبتت له ذاتا قبل ان يوجد مسبح من الملائكه او من الخلق المقول. خلاص سبحانه ادي ذات، وبعدين وجد ملائكه يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وبعدين خلق الاشياء السماء والارض وقال لك سبح لله، سبحت وانتهت
عملتها وسكتت، لا قال له ايه؟ ويسبح. وما دام الامر كذلك فيا من امنت باله سبح كما سبح هؤلاء. الله اكبر. اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله، طب ولا علاقه سبحانه وتعالى عما ايه؟ عما يشركون. لان هم ليه اشركوا بالله الهه؟ قال لك لان دي فانتازيه عباد، يبقى المؤمنين باله والاله ما كلفهمش في حاجه، لا قال له اعمل ديا ولا تعملش دي، وسايب الايه العبد بتاعه على حل شعره. لا اله كويس ده ولا لا؟ ينبسطوا منه قوي، لان اللي بيخلي مشقه الاله مشقه ايه؟ التكاليف، افعل دي ولا تفعلش دي. انما واحد قال ده ليه دي اله، طب يا اخوان الاله قال لك اعمل ايه ولا ما تعملش ايه؟ ده اله بلا منهج ايه؟ طب وما عملتش اللي بيقول عليه هيعمل لك ايه؟ يبقى ليك حق يا اخويا تروح تعمل لك له شريك، لانه ايه؟ اداك على انك مؤمن باله ولا فيش ايه؟ ولا فيش تكاليف. سبحانه وتعالى عما يشركون. ليه؟ أم قال لك لأن دول بقى يطلبهم يقول لهم فين اللي انت عبدتوهم بقى. يبقى إذا تنزيه الله سبحانه وتعالى ذاتا وصفاتا وأفعال أمر ثابت له قبل أن يوجد شيء، وأمر ثبت له بعد الملائكة، وأمر ثبت له بعد وجود السماوات والأرض، وأمر طلب الله من العبد المخير أن يفعله. ففي قسمين، قسم آمن وسبح، وقسم إيه؟ الله متعال عن الإيه؟ عن المشركين. نعم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ينزل الملائكة، ساعة ما تسمع كلمة ينزل دي افهم ان في علو وصول، وان كان الامر مستوي في المرتبة. هو الحديد اللي بيجيبوه من الجبال دي ربنا مش قال وانزلنا الحديد؟ انزلوا منين؟ ده من العطاء العلو، من العطاء الايه؟ من العلو. يبقى اذا كلمة انزل ونزل كلها جايه تدل على ايه؟ ولذلك احنا قلنا في التكليف زمان عند قوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. تعالوا احنا بنفهمها كده الفهم العام، تعالوا يعني ايه؟ اقبلوا. صحيح، اقبلوا لتسمعوا من التكليف، صدقني. انما اقبلوا اقبالا لتسمعوا من اعلى منكم. يعني ما تسلكوش في حضيض الارض وتشريعاتها تتاموا وعلوا كده وخدوا منها، لانكم لما هتاخدوا من اهواء البشر مش هتنفع. يبقى تعالوا يعني ايه؟ يعني ارتفعوا الى ان تاخذوا من اعلى. ولذلك انا قلت لكم زمان لما كانوا يقولوا لنا انتوا يمينيين ولا يساريين ولا تقدميين، يقولوا لا احنا يمينيين ولا يساريين ولا تقدميين ولا رجعيين، احنا فوقيين. بيجي لنا من فوق بس. نعم. ينزل الملائكة بالروح. الملائكة احنا عارفين انهم خلق غيبي آمنا به لأن الله قال وكل ما غاب عن ذهنك دليله السمعيات ممن تصدقه وتثق بصدقه. ما دام وثقت بصدقه قال عن خلق جن ما بنشوفهمش، خلق ملائكة ما بنشوفهم، يبقى آمنا ايه؟ يبقى إذا كل غيبي دليله مين؟ دليله السماع ممن تثق بصدقه في البلاغ عن مين؟ عن الله. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. واحنا قلنا ان ما دام تنزلات من اعلى الى الادنى مش ممكن الاعلى العالي يلتقي بالادنى الا بواسطه المقربات. نقول نجيب بقى يوم الملائكه دول ايه؟ عباد مكرمون ايه؟ لا يعصون الله ايه؟ ويفعلون ما يؤمرون. النور ولا فيهمش الاغيار ولا فيهمش مثلا الشهوات ولا يتنكحوا ولا يتنسوا ولا، يبقى اقرب الى الصفاء ولا لا؟ يوم دول اللي ممكن ان يتناولوا من الاعلى، وبعدين يدوا مين؟ يدوا الايه؟ الادنى.
ومش كلهم يتناولوا من الاعلى، يمكن الملائكه هتاخد من ملك ايه اعلى منهم شويه ويدي لهم هو، مش كده؟ ولذلك هيقول نزل به الروح الامين، وهنا بيقول تنزلوا الملائكه، يبقى الروح الامين يجي ويدي لنا ويدي لنا ويدي الله، يبقى اذا وسائط ولا لا؟ ولذلك الايه الاجماليه التي تشرح ذلك قول الحق سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس. الله الله الله. يبقى كم مرحله؟ هيصطفي من الملائكه ايه؟ رسل يتلقوا من الاعلى، وبعدين يدوا مين؟ لمطلق ناس؟ لا، ده لناس مصطفين ايضا من الناس. يبقى مصطفى من الملائكه ياخذ عن الله ليعطي مصطفى من الخلق ليعطي الخلق. ايه المراحل دي؟ اما قال لك لان العلويات العاليه الادنى ما عندوش طاقه يتحملها. واحنا كنا ضربنا زمان مثل ولله المثل الاعلى، قلنا اننا عايزين والناس 5 شمعه ولا 2 شمعه عشان بس تدي ضوء، ولو لحد ما اشوف مفتاح النور واما اصحى بالليل ولا بتاع، مش كده؟ هل استطيع انني اركبه على الطاقه اللي عندي، ولا بجيب ترانسفورم كده ياخد من القوي ويدي لمين؟ ويدي للضعيف. اهو من الرسل دول من الملائكه او من البشر وسائط عشان ايه؟ وسائط علشان تدين ايه؟ تدين. ليه؟ لان الادنى ما يقدرش يتحمل مين؟ اذا كان الرسول وهو مصطفى من البشر لما يتلقى عن مصطفى من الملائكه حدثت له اول ما حدث اشياء تضمني حتى بلغ مني الجهل، مش كده؟ وان جبينه ليتفصل عرقا وجملوني ودفنوني. ليه؟ لان طاقه علويه نزلت على طاقه بشريه، مع ان الطاقه البشريه دي اعلى الطاقات واصفاها، معده لهذا الاستقبال. وتعبوا الاول يتعب، وبعدين ربنا بقى ايه؟ قال له الفك بالوحي وحلاوه اللي هتشوفه هيخفف عنك الايه؟ الاعباء دي. الم نشرح لك صدرك ايه؟ ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ايه؟ وبعدين بقى يجي الوحي كده حاجه لطيفه كده ومش عارف ايه. ولذلك قال له ولا الاخره خير لك من الايه؟ ولذلك هذا هو العله في ان الوحي فتره فتره عن رسول الله. يعني الوحي نزل وبعدين ايه؟ قعد مده كده ما يجيش، لدرجه ان النبي بقى ايه؟ اشتاق للوحي. طب واشتاق للوحي ايه؟ ده انت كنت بتقول زملوني دستروني، ده يمكن حصل لي حاجه، ده انا مش عارف ده ايه، الا قال لك هي دي المقصوده. ليه؟ لتزول متاعب الالتقاء وتبقى حلاوه ما القي. فحلاوه ما القي تخليه يشوق للي بيلقي. الله اكبر الله اكبر. يوم هو اللي بقى يتلفت وعايز الوحي يجي. ما انت كنت الاول بتتعب منه، انما بقى زي ما تكون انت مثلا الولد تعب قوي في المذاكره، وبعدين لما جت له النتيجه نجح، يقوم بعدين تخفف عنه الايه؟ المذاكره. فهم الاغبياء قالوا ايه؟ قالوا لا، رب محمد قد قلاه، يعني هجر. طب اشمعنى دلوقتي عرفت انه له رب بقى؟ عشان تعرف انهم اغبياء برضه، انهم ايه؟ اغبياء. رب محمد قد ايه؟ طب اشمعنى هنا قلت له رب؟ ده انت كنت بتقول ده كذاب وبيجيب من عنده ومش عارف ايه وكلام مجنون، لكن في الجفوه بقى رب محمد ايه؟ قد. واحد يقول لك ده فلان ده متصل بالملك مثلا، تقول له يا شيخ ولا متصل بالملك ولا بتاع ولا، يقول له والله متصل بالملك، ده انا شفته بيوشوشه وبيتكلموا وبيدوا مش عارف ايه وبتاع. يوم هو مكذب. وبعدين بقى التفت يلاقي الواد قاعد في البيت يومين كده ما راحش شغله، يمكن عيان، يقول له الملك جفا صاحبك. طب اشمعنى دلوقتي عرفت انه كان متصل بالملك وكان له علاقه؟ في الجفوه الريت، وفي والتحليه امتنع. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لهم يا اغبياء احنا بنعد اعداد ليتلقى خيرا من الاول. هيقول له ولا الاخره خير لك من الاولى. هيبقى فيها ايه؟ لان الانس هيخليك تتعشق ما نزل، فتستسهل ما يصاحب النزول من الايه؟ من المشقه. يبقى لازم الملائكه تنزل بالروح. الروح ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا. يبقى كلمه ينزل الملائكه بالروح، الروح دي وردت بمعاني متعدده. الروح اللي بها حياه الماده ليحدث لها الحس والحركه. فإذا سويته من الطين يعني ونفخت فيه من روحي فقعوا له السجد. ودي عملية
بتحدث في المؤمن والكافر، وبتدي له حياه، وحياه فيها حس وايه؟ حس وحركه، ده الروح. قال لك في روح ثانيه بتدي حياه ثانيه اعلى من دي بتدي حياه موقوته، وفي روح تدي حياه ثانيه، وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كان دي حياه ثانيه. فالملائكه بتنزل بحاجه تدي حياه ارقى من الحياه اللي بتاع الروح اللي هي النفخ في الماده دي، لان ده يستوي فيها المؤمن والكافر والطائع ومين والعاصي. لكن المؤمن لما هياخد الروح اللي هو تلقي الوحي وتلقي الكتاب هيعمل ايه؟ هيدي لنفسه حياه ثانيه ايه؟ يبقى هي دي الايه؟ يبقى اذا فيه روحين ولا مفيش فيه روحين؟ روح يعطي الحس والحركه للماده، وروح يعطي القيم لتبقى حياه اخرى لا يوجد فيها فناء، بل خلود ومتعتها لا مقطوعه ولا ايه؟ ولا ممنوعه. ولذلك يقول لك ان كنتم تعرفوا الحياه الحقيقيه الدار الاخره هي الحياه، لان احنا قلنا الحياه هذه مهدده بشيئين اثنين، يا تفوتها يا تفوتك، لكن هناك ما فيش، تبقى دي اللي احسن. يبقى اذا الروح اطلق على ما يحرك الماده بانه يعطيها الحياه، وروح اخرى تعطيها الايه؟ القيم اللي تضمن لها مين؟ تضمن لها ايه؟ ولذلك يسمي القران روح، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. ويسمي اللي نزل به روح، نزل به الروح الايه؟ نزل به الروح الامين على ايه؟ يبقى كلها ايه؟ حياه، بس فرق بين الروح دي والحياه. ولذلك احنا قلنا ان الحياه اللي احنا بنشوفها دي ده بس بتديني صوره بس لحياه موقوته يعني ثانيه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يشرح دي في ايه؟ لما يقول يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. طب ده بيخاطبهم، يبقوا هم احياء ولا لا؟ بس احياء بالروح الايه؟ بالروح الاولانيه اللي هي بتدخل الماده وتجعلها تتحرك ومش عارف ايه. انما اذا دعاكم لما يحييكم الحياه الايه؟ الحياه الثانيه، الحياه الابديه اللي ما فيهاش ايه؟ اللي ما فيهاش موت. ينزل الملائكه بالروح، ينزلها بالروح من امره تنزيلا صادرا بامره. احنا كنا قلنا هناك في ايه ايه؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. السطحيه كده يحفظونه من امر الله، لكن هو ما جاي على المعقبات عشان يحفظوه من امر الله، لا يحفظوه بامر الله، يعني حفظا صادرا من مين؟ صادرا من الله. ينزل الملائكة بالروح من أمره. وأمره اللي هو إيه بقى؟ اللي هو قال عليه أتى إيه؟ أمر الله؟ لا، ده أمر الله دي جاي للنتيجة. إذا لله أوامر متعددة، الذي يجمعها إبراز المعدوم إلى الوجود. يجمع دي كلها، إنما أمره أمره هو إيه؟ إذا أراد شيئا أن يقول له كن. أراد جزئيا كن يا فلان، كن يا شيخ فلاني، كن يا دي جزئيات خلاص. أراد مثلا منهجا انزلوا بالمنهج، أراد حسابا وعقابا وساعة أتى أمر الله. يبقى أمر الله معناه إيه؟ كن فيكون. إخراج المعدوم إلى حيز الوجود، معدوم جزئي، معدوم كلي، معدوم أزلي، كل ده يبقى ده اسمه إيه؟ أمر. طب إيه أتى هو اللي بيجي أمر الله ولا مأمور الله؟ ده المأمور به ولا هيجي؟ مش الأمر. قال لك لا، ده مش المأمور اللي هيجي، ده معناه إنه بيقول ساعة ما يجي الأمر ثق بأن المأمور جاي خلاص انتهت. يبقى المهم أن يصدر أمر، المهم أن إيه؟ أن يصدر أمر. ولذلك يقول لك إيه؟ وأذنت لربها وحقت. إذا السماء إيه؟
انشقت وأذنت لربها وحقت. أذنت يعني إيه؟ يعني بس قاعدة تسمع، بمجرد ما يدفع تعمل العمل، يبقى مفيش تخلف. نعم. يبقى معنى الأمر هو إيه؟ المأمور به هو اللي أتى أمر الله يعني القيامة، والقيامة دي مأمور بها ولا لا؟ يبقى مجرد صدور الأمر إيه؟ لأن في البشر قد يصدر الأمر ويتخلف المأمور. هعصي مش هعمل يا سيدي، مش كده؟ نعم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. كلمة على من يشاء من عباده مشيئة الاصطفاء، مشيئة الاكتفاء، مشيئة للإيه؟ الاختيار بمقاييسه هو. الله أعلم به حيث يجعل رسالته. مش هم يقول لك لا ده لو كان القرآن ده نزل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله يبقى، ولذلك ربنا بيرد عليهم الرد المفحم، يقول لهم أهم يقسمون رحمة ربك؟ ده النبوة والرسالات دي من رحمة الله. إذا كنت أنا قسمت بينهم معيشتهم المادية، أنا قسمت المعيشة المادية، هم عايزين يقسموا الرحمة؟ إيه العجائب دي؟ ده أنا قسمت بينهم مع إيه؟ ورفعت بعضهم فوق بعض درجات، والمرفوع اجعله مخفوض والمخفوض بعدين اجعله ايه؟ اجعله مرفوع. فاذا كانت امورهم المعيشيه انا خصمت، يقوم هم يجوا في الامور القيميه المتعلقه بالروح وبالمنهج وباستفاء الرساله، عايزين فلان وفلان وفلان. ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء. ينزلهم بإيه؟ بالإنذار. أيوة البشارات. اشمعنى الإنذار بس؟ هو بينزلوا بمين؟ لأن أصل الكلام في مين؟ الكلام على الكفار. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى كل ده بإيه؟ يبقى اللي غالب فيهم مين؟ هيتبشروا بإيه؟ ده ما لهمش إلا مين؟ ما لهمش إلا الإيه؟ الإنذار. ساعة ما تسمع أن أنذره أو أن دخلت على رجل وأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا، يعني هي صنع الفلك هو الوحي. صنع الفلك هو الإيه؟ أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يبقى ما هو الوحي؟ إيه هو؟ يبقى يسموا أن مفسرة، فكأن أن فسرت الإيه؟ فسرت مبهم الوحي، لأن مبهم الوحي أوحى إليها بأي شيء، فجت اللي بعد أن بين أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده اصطفاء واجتباء. الله يصطفي من الملائكة إيه؟ رسلا. ومن أن أنذروا أي بأن أنذروا، أو أن الله شرح بعد أن شرحت مين؟ ما نزل أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ما دام لا إله إلا أنا، كلمة منه هو بيخبر أنه لا إله إلا هو. وما دام ما فيش إلا إله أنا بنصحكم نصيحة لله مخلصة، ما دام ما فيش إلا أنا آتوها من قصير إيه؟ اتقوا الله. يبقى ده برضه حنان على خلقه ولا لا؟ حنان رحمة من الله على ايه؟ على خلقه. ولذلك قلنا لكم زمان ان الكونيات المسخرة ضجت من الانسان، لان الكونيات زي ما قلنا مسبحة عابدة قائمة بما طلب منها، مش كده؟ والانسان هو اللي عامل ايه؟ هو اللي اتمرد. ولذلك قلنا انها لم تنقسم المخلوقات الا عند الانسان، انما كله بالاجماع. الم ترى ان الله يا سيدي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات من في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر ادي النبات والدواب ادي الايه؟ ما قالش والناس، وكثير من الناس اتقسمت عنه. انما الاول اجماع الاجناس، شمس وقمر وجبال ونبات ودواب كلها بالايه؟ بالاجماع. وبعدين عند الانسان قال ايه؟ قال وكثير من الناس.
يبقى انقسمت عند مين؟ يبقى اللي جعلهم ينقسموا ايه؟ هل انقسموا قهرا عن الله ولا حتى الانقسام بما اراده الله لانه خلقهم مختارين؟ برضه ما انقسموش قهرا عن الله. الله اكبر. لانه خلقهم ايه؟ مختارين، ما عملتوش غصب عني. نعم. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقلنا بقى أن السماء قالت يا رب أنا عايز أسقط كسف على ابن آدم علشان طعم خيرك ومنع إيه؟ شكرك. والجبال قالت يا رب أذن لأننا أسقط. والبحر قالت أغرقهم. قال لهم إيه؟ عشان تعرف إلا أنا فاتقون دي الرحمة بقى والحنان. مش هينفعك إلا أنا. إيه؟ خليك وياي. يبقى مش عارف إيه بتحننه ولا لا؟ بتحننه ليه؟ صنعته. إيه؟ صنعته. فقال ايه؟ دعوا لو خلقتموهم لرحمتموهم. دعوني وخلقي ان تابوا الي فانا حبيبهم وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. الله. اذا الرسالات اصطفاء. الاصطفاء دي اعداد. الاعداد ده الرسول ده عشان ايه؟ ننشئ امته على الهدى والتقوى. يقعد مده طويله. سيدنا قعد كم سنه؟ 23 سنه. يبقى اذا هو عايز يربى تربيه تعوض ال 23 سنه. يقوم ويستفيد من هذه النحو. والى لقاء اخر ان شاء الله.